مساءكم، اهلا بكم في قناتكم المفضله قناه مساء كوره. هنحلل اليوم مباراه الزمالك وسجراده في الكونفدراليه. الزمالك يحتاج الى التعادل او الفوز اليوم في المباراه. التشكيله المتوقعه اليوم هي: في حراسه المرمى محمد عواد، على اليمين عمر جابر، وعلى الشمال عبد الشافي. قلبين دفاع: حسام حمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني. وفي نص الملعب دونجا ومحمد اشرف رؤى، وامامهم اوباما وابراهيم النضاي وزيزو وسيف الدين الجزيري. الزمالك يحتاج الى التعادل او الفوز اليوم. الزمالك فاز اول ماتش على مسلم بواحد لا شيء، والمباراة التانية على سوارة بقى 4 أهداف مقابل لا شيء. والمباراة الأخيرة أمام سجرادة بهدف أحمد السيد زيزو 1-0 على استاد السلام. الزمالك اليوم يحتاج إلى الفوز أو التعادل. التركيز يا رجالة. الزمالك يحتاج الفوز، والزمالك أهم حاجة إدارة كابتن حسين لبيب حصلت في انتقالات اللي هتحصل بإذن الله، إن القيد اتفك، وبإذن الله الزمالك يشتري صفقات قوية وصفقات متاحة لنادي الزمالك. كابتن وليد الكارتي ومابولولو وعمر كمال عبد الواحد وفتوح. بقى نتحدث بقى عن مشكلة فتوح. أحمد فتوح مستر روي فيتوريا بيطالب إنه يلعب عشان يضمه إلى المنتخب في أفريقيا، وكابتن روي فيتوريا مقتنع بيه جدا إن هو يبقى الباك الأساسي في المنتخب، ولكن لم يشارك مع الزمالك بسبب النوش اللي عمله هو وصبحي والزناري. وهذا الأسباب انتهى مدة العقوبة وبدأوا يخشوا في التمرينات، ولكن كابتن معتمد جمال لم يعتمد عليهم لحد الآن، ولازم يشاركوا عشان لو حد عايز يروح المنتخب. وكابتن روي فيتوريا يريد محمد صبحي وأحمد فتوح في المنتخب، ولكن لم يشاركوا حتى الآن مع الزمالك. الزمالك النهاردة في إيده يفوز وينتصر ويتأهل إلى دور الستاشر، ويبقى أول الفرق المتأهلين من الفرق المصرية. وننساش النهاردة مودرن فيوتشر هيلعب مع اتحاد العاصمة هنا في القاهرة على استاد السلام. ربنا يوفق مودرن فيوتشر يا رب، يا رب وفق مودرن فيوتشر. الزمالك النهاردة بيدفع بأوراق الهجومية القوية، يعني إن شاء الله يدفع بيها زيزو ونضاي وسيف الجزيري يعملوا حاجة ويخلصوا الماتش بدري بدري ويسألوا عليهم المأمورية يعني، ويكون الماتش سهل. وبإذن الله ننتظر القادم الأفضل لنادي الزمالك والفوز وفرحة الجماهير الزملكاوية. أهم حاجة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.